مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام. اتولد في بيت من أغنى بيوت مكة، ومفيش شاب في مكة كلها اتدلل من أبويه زي مصعب بن عمير. مع بداية الدعوة سمع مصعب بن عمير زي كل أهل مكة عن الدين الجديد، ولكنه بالرغم من حداثة سنه لكنه بيقرر إنه يروح لدار ابن الأرقم ويقابل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع منه بنفسه. وفعلا بينشرح صدر مصعب بن عمير للإسلام، ولكنه بيخفي إسلامه في بادئ الأمر. وكانت أم مصعب بن عمير واسمها خناس بنت مالك تتمتع بشخصية قوية جدا، وكانت تهاب إلى حد الرهبة. وكان مصعب بن عمير ما بيخافش من أي مخلوق على ظهر الأرض قد أمه، عشان كده أخفى إسلامه. ولكن مكة وفي الأيام دي بالذات كان لا يخفى فيها سرا. وشاف أحد المشركين وكان اسمه عثمان بن طلحة سيدنا مصعب بن عمير وهو داخل دار الأرقم، وبسرعة بيوصل الخبر لخناس بنت مالك أم مصعب بن عمير اللي بتؤمر إنها تحبس ابنها في غرفة من غرف المنزل. وفضل محبوس في داره لحد ما سمع إن بعض المسلمين هيهاجروا للحبشة، فبيقدر إنه يهرب من محبسه ويهاجر مع المسلمين، ويفضل مصعب في الحبشة مع إخوانه المهاجرين، وبيرجع بعد كده لمكة، ثم بيهاجر تاني للحبشة مع الصحابة اللي بيأمرهم رسول الله بالهجرة للمرة التانية. ولما رجع مصعب بن عمير لمكة تبرأت منه أمه وطردته من بيتها، وخرج مصعب بن عمير من جنة أمه. وبعد ما كان بيلبس أفخر الملابس أصبح الفتى المعطر بيلبس أخشن الملابس، وبياكل يوم ويجوع أيام. وبالرغم من ده لم يقابله مصعب بن عمير إلا بالصبر وثبات ويقين وثقة في الله. ويجي يوم ربما يكون هو أسعد أيام مصعب بن عمير عندما اختاروا سيدنا رسول الله إنه يكون سفيره إلى المدينة، يفقه الأنصار اللي أمنوا بايعوا الرسول عند العقبة، ويدخل غيرهم في دين الله، ويجهز المدينة ليوم الهجرة العظيم. وبالرغم من إن في أصحاب الرسول من هم أكبر منه سنا وخبرة وأكثر جاها وحسبا، لكن سيدنا محمد بيختار مصعب وهو عارف إن عليه أفضل الصلاة والسلام إنه بيوكل إليه أخطر قضايا الساعة، وبيحط بين إيديه مصير الإسلام في المدينة. وحمل مصعب الأمانة مستعينا بالله، ودخل المدينة وهي فيها 12 مسلم بس هم اللي بايعوا الرسول في بيعة العقبة، وما هي اللي بدأت شهور. وخلال موسم الحج التالي لدخول مصعب بن عمير المدينة كان هو على رأس مجموعة تتكون من 70 مؤمن ومؤمنة من أهل المدينة متجهين لمكة يبايعوا رسول الله. وتمر الأيام ويهاجر الرسول إلى المدينة ليجدها مرحبة بيه ومستعدة أتم الاستعداد لفصل جديد من حياة تلك المدينة، بعد ما نجح مصعب بن عمير في أول وأصعب فصل، وهو وضع حجر الأساس لدين الله في مدينة رسول الله. ومع رفعة شأن الدين الجديد في المدينة تزداد أحقاد قريش للقضاء على الإسلام، وتقوم غزوة بدر ويكتب الله النصر للمسلمين، وبعدها غزوة أحد. ومن بين جميع المسلمين بيختار سيدنا رسول الله مصعب بن عمير لحمل راية ولواء المسلمين. وأثناء المعركة وبعد ما كان النصر قريب جدا من المسلمين بيخالف الرماة أوامر رسول الله ويغادروا مواقعهم من أعلى الجبل، وبيتحول النصر للهزيمة. وكان هدف المشركين الأول هو قتل رسول الله، وأدرك مصعب بن عمير الخطر فرفع اللواء عاليا، وبالإيد التانية بيقاتل في سبيل الله ولحماية رسول الله. فبيقابله أحد المشركين وبيضربه بسيفه على إيده اليمين فبتنقطع، وسيدنا مصعب بيقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومسك اللواء بإيده اليسرى فضربها المشرك بسيفه فقطعها، فمسك سيدنا مصعب اللواء بصدره بعد ما فقد ايديه الاتنين وهو بيردد نفس الجملة، وهي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. واتضرب سيدنا مصعب بن عمير ضربة ثالثة برمح فنفذ إلى بطنه، فسقط سيدنا مصعب وسقط اللواء. سقط سيدنا مصعب وهو فاكر إن بسقوطه طريق القتلة لرسول الله هيكون فاضي، ولكنه كان بيعزي نفسه مع كل ضربة سيف بيتلقاها، وبيفقد على أثرها جزء من جسمه بجملة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه الجملة اللي هينزل بيها وحي من السماء بعد كده يرددها ويكملها ويخليها قرآن يتلى إلى يوم الدين. وبعد انتهاء المعركة المريرة جاء رسول الله وأصحابه يودعون شهدائهم، وعند جثة مصعب بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم،
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهتف رسول الله بعد ما بص على كل الشهداء رفقاء مصعب بن عمير وقال: إن رسول الله يشهد إنكم الشهداء عند الله يوم القيامة. ثم يلتفت رسول الله لأصحاب الأحياء حوله ويقول: أيها الناس، زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. صدق رسول الله. السلام عليك يا مصعب. السلام عليكم معشر الشهداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.